السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا دائما بخير وعلى خير وبصحه جيده. مرحبا بكم معايا دائما في اطار تعلم الطبخ والحلويات مع فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غتكون الوصفه ديالنا هي وصفه ديال بشنيخه، فصدقوني البنات هاد الوصفه ناجحه 100% وشي حاجه كتجي زوينه بزاف. اول حاجه خديت هنا 250 غرام ديال المارغرين. هاد لا مارك هذه اللي استعملنا هي بونا. فالمهم انا ما كنديرش اشهارات لي مارك، ولكن فقط كنبغي نوصل لكم داكشي باش كنخدم باش تنجح معكم الوصفات وصافي. حيت كيبقاو يجيوني تساؤلات شنو النوعيه الزبده، شنو النوعيه الدقيق، داكشي علاش كنبغي نوريكم هكا باش كنخدم. فالمهم كنتمنى انكم تكملوا معايا ان شاء الله الفيديو، وما تنسونيش اختي من الدعم ديالكم بلي لايك دائما وبالتعاليق الزوينه، وكذلك تبارطاجيو القناه هكا باش ينضموا لنا ناس جداد. صافي درنا الزبده تذوب، غندير فيها هكا البنات واحد الرشيشه ديال الملح ندوبها مع الزبده باش ما كيبقاوش لنا دوك الحبيبات ديال الملح هكا كنحسوا بهم ملي كنبغيو ناكلوا هكا بشنيخه ديالنا. من الاحسن اننا ندوبوها مع الزبده. غادي ندير البنات السوائل هما الاولين، فصدقوني هاد الطريقه راه كتجي رائعه، غير جربوها. ديروا قياس ديال 2 كيسان ديال العنبه ديال المزهر. انا ما عنديش كاس العنبه وعبرت بهذا الكاس، ولكن نتوما خدموا بالكاس ديال العنبه. درت صفر بيضه. غادي نزيد واحد الضويمه ديال الزعفران، الا كان عندكم زعفران الحر استعملوه واستغناو على الضويمه. غادي نسم فقط بالقرفه. هاد بشنيخه ما غندير فيها لا نافع لا حبه حلاوه لا حتى حاجه. علاش البنات؟ كنكونوا دايرين شباكيه منسمه بدوك المذاقات، فنخليو بشنيخه المذاق ديالها مختلف على الشباكيه، باش هكا ملي كتبقاو تاكلوا من المعسلات كل حاجه كتلقاو فيها واحد المذاق اللي مختلف على الاخر. هادشي علاش انا ما كنسمهاش بنفس التنسيمات اللي كنديروا في الشباكيه. غادي ندير قياس ديال هكا ديال واحد المعلقه كبيره ديال الخل باش كيهشش لنا البشنيخه وكتجي فعلا البنات هشيشه وكتذوب في الفم. صافي هكا خلطنا السوائل مع بعضياتهم. غادي نزيد قطرات من الروح ديال الزهر. الا ما متوفراش عندكم كتقدروا ديروا ساشي ديال الزهر. هنايا رابعه ديال الزبده اللي ذوبنا اولا ديال المارغرين، يعني اللي ذوبنا مع واحد شويه ديال الملحه. ومباشره كي كنضيفوا البنات الزبده، خصوصا ان دابا الحال شويه بارد، كتبدا تجمد لينا، يعني مباشره بداو تضيفوا الطحين وانتم كتعجنوا. فالطحين كيبقى على حساب الخليط، يعني على حساب دوك السوائل كتعجنوها. العجينه ديالها كتكون شويه قابطه راسها، يعني كتكون شويه قاصحه. فالصراحه البنات راه غالبا كنحاول اني نعطيكم قياسات هكا ديال الطحين، ولكن كنلقى مشكل ديال بزاف ديال الاخوات كيديروا ديك الكميه اللي كنعطي مره واحده، وكيبقاو يقولوا لي راه ما صدقاتش لنا العجينه، راه جات قاصحه ولا راه جات جاريه، يعني ما كيعرفوش يتعاملوا مع الكميه ديال الطحين. داكشي باش فضلت اني نقول لكم ديروا الطحين على حساب السوائل، قصحوا شويه العجينه تكون شويه قابطه راسها وصافي. يعني هذا الشيء اللي كاين. صافي غادي نجمعوا العجينه ديالنا، يعني كندلكوها واحد شويه، ما نخافوش منها واخا ندلكوها. صافي. ودائما كتكلف احدى الاخوات الله يسهل عليهم وشكرا لهم بزاف بزاف كتكلف لنا هكا بالعجينه. غادي ندلكو شويه العجينه ديالنا. هنا راه خليت لكم هكا الاخت وهي كتدلك باش تبان لكم العجينه انها قابطه شويه راسها. كندلكوها بهذه الطريقه، وهنا الاخت كانت تقول لكم راه انا اللي عجنتها. ففعلا كيكون واحد الاجواء مع بعضياتنا الحمد لله اللي زوينه بزاف، والله العظيم كنفوجوا وفي نفس الوقت كنستافدوا الحمد لله. صافي درنا العجينه هكا في واحد البلاستيك، غنخليوها ترتاح تقريبا واحد 5 حتى ل 10 ديال الدقائق، وغادي نرجعوا. يعني ملي كنخليوها ترتاح بحال كترخف معنا شويه العجينه. صافي وغادي نرجعوا لها. هنايا راه الدقيقه البنات غير بلاستيكه مع كان فيها الدقيق وصافي. غادي نقطعوها كريات، يعني المهم كريات كنديروهم على حساب حنايا الطلقه اللي غادي نطلقوا. كل واحد غادي يدير المهم يقسمها على قياس هو الطلقه اللي باغي يدير. حنا يعني ما شاء الله مع كنتعاونوا كنديروا طلقه وحده تقريبا هكا كبيره وكنبقاو نتعاونوا عليها. صافي غادي نرجعهم للبلاستيك وغادي نبدا نطلق هكا يعني العجينه ديالي. كنتمنى ان القوام ديال العجينه يكون باين لكم، يعني راه واخا خليناها ارتاحت كتكون شويه هكا قابطه راسها، ماشي عجينه اللي كتلصق.
غادي تكلف كذلك هنا احدى الاخوات هي اللي غتخدم لنا بالدلاك، غادي تطلق لنا هكا العجينه. غير مني تكونوا كتطلقوا حاولوا تديو هكا الطلقه ديالكم مقاده، باش مني كتقطعوا بشنيخه ديالكم في الماكينه ما كيجيكمش شي طويل شي قصير شي هذا، باش كتجيكم طلقه مقاده وما كيكونش عندكم هكا ما كتضيعوش العجينه بزاف وتبقاو تعاودوا فيها. انا غادي نحاول اني نقادها باش نشرح لكم. ها انتم البنات كنحاول اني نقطع واحد المستطيل اللي يكون مقاد بهذا الشكل، باش دوك الشرائط اولا دوك الخيوط اللي كنقطعوا هكا في الماكينه كيجيونا مقادين وما كتعطيناش هكا بحال اللي قلت لكم اللي شيت بزاف وكنبقاو معذبين معاهم. صافي كندوزها هنايا البنات في الرقم 3، يعني الرقم 1 هو الرقيق، كنخلي الواحد والجوج وكنطلق في 3. كاين اللي كيكون عندها العكس، كتكون عندها 8 وقيله هي ارق رقم، يعني دائما غديري الرقم الثالث من بعد الرقيق. صافي من بعد ما كندوزوها هكا في العجانه باش كنورقوها كيف ما تقدروا تخدموا غير بالدلاك، ولكن بشنيخه راه ضروري كنحتاجوا هاد الاله هذه باش كنصاوبوا دوك الخيوط هكا اللي بحال سباغيتي باش كنشكلوا بشنيخه. هنا في هاد المرحله ضروري كنديروا الطحين، واخا العجينه ما كتلصقش كنديروا الطحين باش دوك الخيوط كيبقاو مفرقين على بعضياتهم، وكنستعنوا هكا حنايا جوج يعني كنتعاونوا باش هكا بحال اللي تتشوفوا انا قابطه العجينه من الفوق وكندور، والاخت كتشد دوك الخيوط باش ما يتخبلوش لينا هكا وكيصعب علينا اننا نخدموهم. بهذه الطريقه كتمشي الخدمه ديالنا منظمه ما كنضيعوش العجينه بزاف. صافي ها نتوما الخيوط ديالنا د العجين ها هما، كناخذ واحد الكميه على حساب حنا الحجم قداش بغينا نديرو بشنيخه، كنحاول اني نحلهم بهذا الشكل هذا. ها نتوما البنات كنقرص مزيان، يعني ضروري نقرصوا القرصه الاولى مزيان باش ما كتحلش، وكنعاود نقرص القرصه الثانيه بهذا الشكل على حساب قداش حنا بغينا بشنيخه ديالنا. كنحاول نقاد بهذا الشكل وبحال كنجمع باش كيجيوني دوك الخيوط هكا مكمشين بحال اللي كنقولوا وكنقرص. فالمهم كنحاول اني نشرح باش نوضح لكم مزيان. صافي بهذا الشكل، وضروري قرصوا البنات مزيان العجينه باش تلصق وما تحلش لكم بشنيخه ملي تكونوا كتقليوها. ها انتما صافي وكنقطع بواحد الموس اسهل معساله صراحه. بشنيخه شي حاجه اللي هي ساهله، خاص غير تكون متوفره عندنا ديك الاله. كنهزها بهذا الشكل هذا وكنحاول نحليها هكا الخيوط ديالها بهذا الشكل، وكنعاود نحطها هكا مجموعه باش كتنشف وهي واخده داك الشكيل ديالها هكا كيجي شكيل زوين. ها انتما البنات فالطريقه ديالها راها ساهله ما شاء الله. الفيديو راه موضح كذلك الطريقه، المقادير راني شاركتهم معكم. كنتمنى اختي فعلا انكم تجربوا هاد بشنيخه. اغلبيه الناس كيصاوبوها بالحليب، انا حاولت نعطيها لكم بالمالغرين ديال التوراق، وفعلا البنات راه كتجي زوينه بزاف الصراحه. هاد الطريقه كتجي احسن من ديال الحليب، هي جربوها ان شاء الله، وراها اقتصاديه يعني ما فيهاش شي مكونات اللي هما كثارين. صافي بنفس الطريقه هانتوما كنحل وكنقرص وكنعاود نجمعها. هانتوما البنات بحال كنخبل هذوك الخيوط باش ملي كتقليوها كيكون فيها واحد الشكل زوين. هانتوما بحال دوك الخويطات بانوا لي ما مقروصينش كنجرهم وكنقرصهم في الجنب، يعني حيت دوك الخويطات الا بقاو مدليين منها البنات كيبقاو يطيحوا لنا ملي كنكونوا نقليو وداغي كيحرقوا لنا الزيت. صافي غادي نستمروا بنفس الطريقه. حاولت نشارك معكم هكا العمل الجماعي باش نتوما تعيشوا معنا الاجواء. فالحمد لله كنتعاونوا بعضياتنا، وحده كتبقى تطلق وحده مكلفه بالماكينه. البنات هكا كيشكلوا في بشنيخه ما شاء الله، وفعلا واحد الاجواء اللي زوينه بزاف. فهاد العام عندي واحد الجروب البنات والله العظيم اللي انا فرحانه بهم، كنعتبرهم خواتاتي وبنياتي ما شاء الله. فالله يدومها علينا والله يحفظهم. هنا كانت احدى الاخوات شاده هكا اختي كتصاوب، وقلت ارا نصورها لكم هكا عن قرب. هانتوما البنات ضروري بحال اللي قلت لكم نضغطوا مزيان. وهاد الخويطات راه كديروا نتوما وشحال بغيتوا، يعني واش بغيتوها يجيو كثارين فيها الخيوط ولا قلالين، مهم ديروا نتوما على حساب نتوما كيفاش بغيتوها. هانتوما انايا كنحاول اني نعاود نثبتها لها هكا مزيان وكنقطعوا بالموس. يعني الطريقه راها ساهله البنات،
فانا كنت كنحاول اني نقول لها تجيبهم حجم واحد، ما ديرش وحده كبيره وحده صغيره، باش هكا ملي كطيب كتجي الطبيصيل ديالك كيجي محطوط بنفس الشكل. صافي هنا خليناهم حتى تيتشمعوا شويه، كنحطوهم قدام الشرجم ودزنا مباشره كنقليوهم في الزيت اللي تكون سخونه. الزيت كنسخنوها وكنديروا العافيه متوسطه وكندوزو كنبداو هكا نلوحو في الزيت. راه ما تخافوش منها، كتبقى محتفظه على الشكل ديالها، غير هي خليوها شويه تنشف عاد قليوها. هانتوما البنات راه غايبه لكم انها في الزيت كتبقى محتفظه على داك الشكل ديالها، دوك الخويطات ديالها كيجيو مفرقين على بعضياتهم، وكتجي البنات هشيشه وزوينه بزاف. يعني كنلوح هكا الكميه اللي غادي تهز ليا المقله ديالي فاش كنقلي. كناخذ هكا غير واحد السفوت هكا، كنبقى نحاول اني نحرك به باش ما كنهرسهاش حتى كتقبط راسها. عاد كنديرو هكا ديك الصفايه ديال ديك الشبيكه ولا ديك لالوش اللي كتكون هكا كتصفي، غير كتقبط راسها كنقدروا اننا نتحكموا فيها بهذا الشكل، وكنبقى نحركها باش كطيب لي بشكل متساوي وكيمشي يعني القليه ديالها كتجي تحميره وحده. يعني مره كنبقى نقلبها وكنحركها هكا مزيان، كنحصلوا على هذا اللون الذهبي فقط. يعني ما تخليوهاش حتى تتحمر بزاف باش مني ديروها في العسل راه كتكمل طيابها في العسل ما تكحلش ليكم. غير تاخذ داك اللون المذهب، حيدوها من الزيت، قطروها مزيان من الزيت ومباشره لوحوها في العسل، وكتبقاو تهزوا هكا العسل من الجنب وكتخويو فوق منها باش كتعسل وكتجي شاربه العسل. صافي غادي نستمروا بنفس الطريقه حتى نكملوا ما شاء الله الكميه اللي عندنا كامله، ونوريكم بشنيخه ديالنا في الشكل ديالها النهائي. فالمهم تتكون وحده فينا مكلفه بالقلي وحده مقابله العسل، باش هكا كيكون واحد التعاون مع بعضياتنا. كيف ما تقدروا انكم في البيوت ديالكم راه تقدروا غير بوحدكم ما شاء الله وتصاوبوها، ماشي شي حاجه اللي هي صعيبه. كان هذا هو الشكل النهائي ديال البشنيخه ديالنا. صدقوني البنات راه جات زوينه زوينه بزاف، كتجي هشيشه وكتذوب البنات، غير جربوها ان شاء الله. فكنتمنى ان الوصفه اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم ان شاء الله، تجربوا حتى هذه المعسله اللي فعلا البنات اقتصاديه. كاين الناس اللي ما كيبغيوش يديروا الشباكيه كتجيهم صعيبه ولا هذا، تقدروا ديروا هذه بشنيخه. الا ما درتوش الشباكيه راه تقدروا تزيدوا فيها معلقه النافع ومعلقه حبه حلاوه وكتجي حتى هي بحال المذاق ديال الشباكيه. هنا هزيت حبه غير باش نوريها لكم عن قرب وتشوفوا ما شاء الله الشكل ديالها. كنتمنى الفيديو اليوم تكون عجباتكم ان شاء الله، ونتلاقاو مع فيديو جديد ووصفه جديده.